يلا بينا نعمل النهاردة حبة مخلل لفت وجزر، حاجة كده في منتهى الجمال واللذاذة. طبعا كلنا بنحب المخلل ومفيش حد بيختلف عليه، خصوصا الجزر واللفت. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ حاجة كده في منتهى الجمال واللذاذة. و3 ايام وهتاكلي منه. اول حاجة هنسمي بالله ونبدأ. معايا 3 كيلو لفت و2 كيلو جزر، ونسمي بالله بقى كده ونبتدي بقى فيهم. انا كده بمسك اللفته، بقطع الحته الجزء الابيض دوت اللي هي اللي فيها طينه دي، ولو في العروق بتاعتها حلوه الخضره دي بسيبها، ولو وحشه بشيلها. يعني همسك والبنقي اللفتايه ما تكونش كبيره قوي وما تكونش صغيره قوي. يعني بجيب اللفتايه تكون وسط، وفي نفس الوقت بجيب اللفتايه التقيله. يعني تمسكي اللفته كده، اللفتايه كده تبقى تقيله في ايدك عشان تبقى حلوه، لكن لو جبتيها كبيره وخفيفه ممكن تبقى عامله شبه الفل من جوه مش حلوه. عملت طبعا اللفت كله، وبعد كده هجيب الجزر من غير ما اقشره، يا دوبك بشيل الحته اللي من فوق والحته اللي من تحت، وبعد كده مش هقشره. وبعد كده هعمل معاكم برضو تاني واحده واشوفوها. انا بشيل الحته الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت كده. عملت الكميه كلها وبنقعهم في ميه. اهم حاجه انقعهم في ميه كويس قوي بتاع حوالي ربع ساعه، عشان خاطر اللي طبعا عارفين الحاجات دي بيبقى فيها طينه، فلازم نتاكد ان الطينه دي وقعت منهم. وبنغسلهم كويس جدا على ميه جاريه بالواحده لحد ما نتاكد ان هم نطفوا بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده هنبتدي بقى نقطعهم. اي قطاعه عندك قطعيهم بالسكينه، تقطعيهم بالقطاعه بتاعت المخلل ديت زجزاج زي كده عشان يبقى شكله زي الجاهز، مفيش اي مشكله. هبتدي بقى كده اقطعه. انا بقطع الجزريه هنا ايه، التقطيع العادي اللي هو بتاع المخلل اللي احنا بنجيبه من بره، يعني لا كبير قوي ولا صغير قوي، سهل جدا وتقطيعه سهل جدا وبسيط. انا بوريكم هنا واحده واحده، بوريكم بالراحه عشان خاطر ايه تشوفوني وانا بقطعه. تمام كده. قطعت الجزر، وبرضه هوريكم وانا بقطع اللفت. انا بقطع اللفت تقطيع مثلا ايه، ما يكونش صغير قوي، يكون وسط شويه عشان خاطر يتحمل التخليل زي ما انتم شايفين كده. وبقطعه كانه زي الجاهز بالظبط. طبعا المية اللي انا هخلل بيها المخلل انا كنت غليها على النار وسبتها تبرد تماما. يعني في الاول خالص وانا ببتدي كده انضف اللفت، انا كنت حاطه ميه على النار وسبتها تغلي، وبعد ما اتغليت سبتها تبرد تماما. واهم حاجه تكون الميه تبرد تماما عشان تكون الميه اتعقمت، عشان المخلل يقعد فتره طويله جدا ما يبص مننا. بعد ما عملت الكميه زي ما انتم شايفين كده كلها، خلصنا بقى الجزر واللفت زي ما انتم شايفين كده. هرش عليهم معلقتين ملح. ابتدي كده ارش كده معلقتين ملح واقلبهم كويس قوي كده، وافضل اقلبهم كده اهوت، واسيبهم حوالي ربع ساعه لحد ما ينزلوا الميه اللي فيهم. بس ايه، اقعد اقلب فيهم كويس زي ما انتم شايفين كده، اقلبهم كويس قوي قوي كده عشان كله يطول الملح بتاعه ينزل الميه اللي فيه. بعد كده هجيب البرطمان بتاعي. البرطمان طبعا غسلاه كويس جدا ومعقماه كويس قوي ومظبطاه. فانا هجيب بقى هنا كده المخلل بعد ربع ساعه، معدى عليه ربع ساعه وانا رش عليه معلقتين الملح. هبتدي بقى كده اعبي اللفت والجزر مع بعض زي ما انتم شايفين كده، الاتنين مع بعض. انا هخللهم كده مع بعض. وبعد كده هجيب بقى الميه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا كنت غلياها وسبتها تبرد تماما. حطيت فيها معلقتين سكر، وهحط فيها 8 معالق ملح. انا حطيت كده هنا 8 معالق ملح، وابتدي بقى كده ادوب الملح كويس قوي. وبعد كده حطيت ربع كوبايه خل، وندوب بقى الملح بالسكر بالخل كويس قوي في الميه. وبعد كده نبتدي بقى نحط ايه، الميه بتاعتنا في البرطمان اللي فيه المخلل. معلقتين السكر الكبار دولت بيحافظوا على المخلل وبيخليه لاخر واحده مقرمش وجميل جدا. بس كده هندوب بقى حطينا الميه كلها كده اهوت. وهجيب بقى كيس زي ما انتم شايفين كده، واقفله واغطيه كده واقفله كويس قوي قوي، واتاكد ان البرطمان اتقفل كويس، واركنه لمده 3 ايام. هنا بوريكم البرطمان كان كبير بس مش عارفه ابينه كويس في الكاميرا. هنا بعد 3 ايام شايفين بقى المخلل لونه خطير. انا ما حطيتش بنجر لان ما كانش ساعتها عندي بنجر، بس انا بحب دايما احط بنجر في المخلل. بس انا هنا بوريكم شايفين لونه، هو اخد من لون بعضه، خد اللون بتاعه من الجزر، من الحته الحمراء اللي بتبقى في اللفت كده، مخليه لونه جميل جدا. شايفينه كانه لسه كانه في بنجر بالظبط، وطعمه كان جميل جدا، ملحه مظبوط. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه. باي باي.